السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. معاكم شيكو ستيكو أدمن جروب عجان كينود والعجانات الأخرى والخلاطات والكيتشن ماشين. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم كحك العيد في العجان. ازاي هنعمله، مقاديره، طريقته، كل حاجة عنه. يلا بينا نشوف المقادير. معانا هنا 2 كيلو دقيق منخول، 6 معالق كبيرة ممسوحة سمسم، وهنا كيلو 200 جرام سمنة، هي باردة مش سخنة ولا دافية، وهنا معلقتين خميرة فورية، وطبعا حطيتهم في شوية مية ومعلقة سكر صغيرة وخمروا، وهنا معلقتين كبار سكر ومعلقتين كبار بيكنج باودر، وهنا 6 معالق كبيرة ممسوحة لبن بودرة، وهنا معلقة صغيرة برضو ممسوحة من الملح. هنحط الاول هنا ادي الملح والسكر والبيكنج باودر والحليب البودر، لبن البودرة والسمسم، وهنخلطهم كلهم هنستخدم الأداة دي، أداة الخلط، مش أداة العجن، أداة الخلط دي، وهنستخدمهم ونشوف إن شاء الله. تمام كده، وهنشغل على أول سرعة على رقم 1. بس يتخلطوا كده مع بعض. هنقلب كده الجناب كده، هنجيبها كده بحيث ان كل حاجه تكون مختلطه تماما كده. ان شاء الله كده كله تمام. هنحط السمنه عليهم الاول، هندوب كده، بس ننزل كده بسم الله. شويه بشويه، وهننزل الدراع ونقلب كده بالراحه على اول سرعه، برضو على اول سرعه، بس السرعه الاولى. ونحط باقي السمن بسم الله. طبعا احنا ليه استخدمنا الدراع ده؟ علشان الدراع ده اللي هو زي ما احنا بنعمل بايدينا كده، بنبس بايدينا، ده دراع الخلط دوت بيقوم بنفس الطريقه. نقلب كده الجناب من اي دقيق فيها، عشان يكون في احيانا دقيق ماسك فيها في الجناب، واحنا بنقلبه كده. ده قلنا ده دراع الخلط مش العجن، بتفرق. الدراع ده اللي هي الأداة دي بتستخدم لخلط البسكوت، عجين البسكوت
كل الحاجات الطريه دي، وممكن البيتي فور كمان والكحك وكمان الكوكيز، كل الحاجات ايه احنا عارفينها دي. طيب تمام كده، هنزل بس الدراع تاني واخليه ايه يتخلط شويه كده. وهننزل برضو باقي ايه السمنه اللي موجوده عندنا. عشان انا مش ماسكاه ايه، نجيب برضو لو في اي حاجه من تحت كده، او نجيبها بالسباتيولا كده لحد لما الدقيق كله يشرب من ايه السمنه بتاعتنا دي كله، ما يبقاش فيه ايه ولا حته دقيقه بيضه خالص، كله يبقى متشرب سمنه. كده تمام كده كله متشرب السمنه. هنحط ايه معانا الخميره اللي فارت خالص، بسم الله. هننزل الباقيين دول كمان اللي هم في الطبق دول، ننزلهم بالمعلقه ونشوف. نقلب بقى لما حطينا الخميره يتخلط كله مع بعض بسم الله كده. تمام كده العجينه بقت حلوه معانا واهي، هتحسوا ان هتشوفوها كانها مفروله، لكن لما تيجي تقفليها كده وتضغطي عليها وتكوريها عشان تبقى كحكه هتلاقيها مسكت معاكي وبقت زي الفل. كوريها كده بايديك الاتنين. طبعا اذا حسيت ان هي محتاجه تاخد شويه ميه او حليب ما تكتريش، يبقى حاجه بسيطه مثلا ربع يعني فنجان قهوه تحطيه وتعمليه. احنا برضو ممكن ايه نحط برضو ادي ربع فنجان الحليب، ادي فنجان القهوه بتاع الحليب نحطه برضو هنا. نحط شويه كده بسم الله، شويه بشويه كده، نحط مثلا ربعه كده او نصه ونقلب نصه مثلا اهو كده، ونقلب ونشوف. نشوف كده على اول سرعه برضو بس. المفروض ان احنا ما نكترش من السوائل، سواء هنحط حليب او هنحط ميه ما نكترش عشان ما تنشفش. هي ان شاء الله هي بتمسك على طول لما تيجي تتشكل.
ده العجينه ما شاء الله جميله حلوه. احلى حاجه يعني عشان تعرفي ان العجينه كويسه معاكي لازم تكون مفروله، مش ماسكه في بعضها، مفروله. هتيجي تكوريها هتكون ايه حلوه. هحط باقي الفنجان وهشيل دراع الخلط وهعجن انا بايدي، يعني هلمها كده، حاول كده حاجه بسيطه كده بايدي. طبعا العجانه بتسهل وبتريح جدا، خصوصا للناس اللي ايديهم تعبانه او اللي ما تقدرش ايه تبس وتعجن كده يعني. تمام كده العجينه بقت ما شاء الله جميله جدا، وهنسيبها تخمر شويه، هنسيبها تخمر شويه وبعدين ايه نشكلها ونشوف. هنعملها بالشوكه كده كده وكده، نشكلها ايه تعمل شكل ايه بالشوكه. تمام. وادي اللي بالعجميه، هنعمل بالعجميه دلوقتي اهي، وهنحطها في النص كده وهنقفل عليها. هنكورها كويس. وانا ما عنديش بصمه، بس عندي الشبكه بتاعت القلي دي، انا ممكن بصوا هي نفس فكره البصمه ومدياني شكل ايه البصمه اللي هي السلك دي، فحلوه قوي. ده تحتهم ورقه زبده، ونكمل بقى الباقي لحد لما كله ايه ان شاء الله يبقى نسيبه شويه وبعدين نبقى ايه ندخله الفرن. الجميل بتاعنا بعد ما خلص واستوى وعملته بالسكر، ودي واحده سايباها اهي عشان تشوفوها. هوريها لكم. الكحك طلع دايب جدا جدا، يعني جميل قوي بصراحه للناس اللي بيحبوا كحك الدايب ناعم. الناس اللي بيحبوه بقى اقل سكر مش دايب يقللوا السمنه منه. انا هوريكم، شايفين بيدوب ازاي، جميل ازاي، شايفين مستوي قوي وجميل جدا وطعمه رائع. هي تحفه يا ماما، جربوه ان شاء الله الطريقه تعجبكم. الطريقه دي انا واخداها من فاطمه ابو حاتي على اليوتيوب هنا، جميله قوي بصراحه الطريقه، اول مره اجربها وطلعت جميله جدا. شكرا لمتابعتكم، كل سنه وانتم طيبين.